هو احنا فعلا بنكره الناس اللي على تيك توك ولا احنا عايزين نوصل لهم بس مش عارفين؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. اكيد عارف الاحساس ده لما بتشوف واحد منهم بيقدم باميه حرفيا ويركب عربيه انا وانت وعيلتك وعيلتي معناش فلوس اقساطها الاوليه، بس الحقيقه ان انت مش لوحدك. العقل البشري نفسه بيهنج لما بيشوف الناس دي في حاجه بتحصل اسمها Status incongruity. تناقض في المكانة زي ما هي قالت كده. يعني ايه؟ يعني دماغك عنده قالب ثابت بيقيس بيه مين يستحق يكون فين، فلما تلاقي حد مش مفروض ان هو يكون في المكان ده بيرتبك وفي الاغلب بيغضب. زي ايه مثلا؟ مهندس قد الدنيا بس شغال كول سنتر، مغني صوته زي الخرا بس ناجح فشخ والناس كلها بتسمعه، حد ما فيهوش ميزه وطالع من بيئه صعبه بس راكب عربيه واخد شهره ونجاحه وبيتصور مع ممثلين وعايش حياه يعني مفيش احسن من كده، بنت في مصر وبتشتغل وبتاكل وتشرب. دماغك بقى في الحالات دي مش قادر يربط بين الخلفيه اللي كان عليها الشخص والمكانه الجديده اللي بقى عليها، فبيبدا يبانك، يبدا يحس ان في نظام هو كونه بينهار. فاللي بيحصل ان انت بتبدا تغضب تجاه الناس دي، تبدا ان انت تشتمهم، تهاجمهم، تعمل فيهم اي حاجه، لانه اصلا مش قادر يستوعب التناقض اللي حاصل ده. ازاي واحد جاي من المكان ده ما فيهوش ميزه ودلوقتي بقى في المكان ده؟ فايرور. كمان انت عندك نقطه تانية مهمه قوي وهي التنافر المعرفي. انت من بره رافضهم جدا وبتكرههم، لكن من جوه انا وانت عايزين نوصل للمكان اللي هم فيها او المستوى اللي هم وصلوا له. فالتناقض اللي بيحصل ما بين افعالك وبين الافكار والمبادئ اللي انت معتقد فيها دماغك برضه مش بيستحمله، فبيبدا ان هو يبرره يا اما يدي برضه السلوك العنيف والكره اللي بيحصل لينا تجاه الناس دي. فخلينا نقول بكل بساطة المشكلة إلى حد ما مش فيهم على قد ما المشكلة في دماغنا اللي مش قابل فكرة اللا متوقع. لأن لو فكرت شوية هتكتشف إن العالم مش دايما بيمشي على القواعد اللي هي موجودة في دماغنا، مش دايما المنطق هو اللي بيكسب والمفروض هو اللي بيحصل. أوقات كتير الكسر هو اللي بيفتح الباب مش الأكرة. فبدل ما ترفض اللي مش في مكانه اسأل نفسك هو أنا ليه أصلا شايف إن هو المفروض يكون فين؟ ومين أصلا اللي كتب القواعد؟ برضه حط في اعتبارنا ان الحاجات اللي احنا بنطمح ليها دي هي اساسيات يا جدعان، اساسيات لحياه كريمه يعني. بس يا سيدي ده كان يوم التلات، الله يحرقك ويحرقهم.